انت كل حاجه زادت، كل حاجه في الدوله برضو ارتفعت. انت كعامل اجرك ارتفع، احنا كفلاحين الحاجه رفعت برضو. سواء الغله سواء الذره سواء القطن، كل حاجه ارتفعت، بدنجانه وطماطم كله ارتفع. فاحنا ما نقدرش نقول ان احنا اتظلمنا، لا، دي قصاد دي. الاشياء اللي احنا بنشتريها غليت شويه، في المقابل برضو اللي هي المحاصيل الزراعيه كمان رفعت تقريبا اكتر من الضعف كمان. طيب ممكن أدي لحضرتك إيه؟ هسأل حضرتك سؤال وهديكي مساحة برضو ماشي، يعني. اتفضل. المشروع اللي رئيسنا عبد الفتاح السيسي عمله اللي هو 2.5 مليون فدان، اللي حضرتك اللي هو من فترة قريبة جدا افتتح فيهم مليون فدان اللي حضرتك بتتكلمي عليه دلوقتي. تمام. حضرتك ايوه. استفدتوا يعني في الانتاج فعلا بيطلع، ولا دوت زي ما الناس بتقول العوامل ومفيش ميه وما ما بيطلعش انتاج؟ عايزين نفهم الناس المشروع لا، دوت ايه اللي مش استفاد حقيقي. منه وايه اللي الشعب استفاد منه. لا طبعا، اللي هم بيقولوا فيه ده ان هو فنكوش والكلام ده، حضرتك انت بتقولي ان انت روحتي، واي حد عايز يروح. اللي بتاع القمح كان جايب محصول جيد جدا. العنب ما شاء الله ابني، يعني ما شاء الله، هو مش مسموح لهم ياخدوا، بس هم بياكلوا هناك. فانا بساله حتى في توريق العنب هم كانوا بياخدوهم. الفراوله ما شاء الله تبارك الله، هم مزروع كل حاجه، مانجا طرحت، زيتون طرح، الغله القمح كان جايب ما شاء الله محصول حلو قوي قوي، البطاطس والبطاطا. انا بعد قطع فغلط اللي هم كلامك بيقولوا ده، النهارده كانوا وبعدين منزلين. الميه واصله. انا هقطع اصل كلامك فيها الطريقه. استاذه يعني هقطع كلامك ثانيه. النهارده كانوا منزلين اللي ان شاء الله باذن الله هيبقى في اكتفاء ذاتي في القمح. هل ده حقيقه ولا كلام شو ايوه، اعلام؟ ايوه، 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 لان ايوه الاراضي منزلين كمان تحويل حضرتك للصوامع. مستصلحين في الوادي الجديد. ايوه، مستصلحين في اكتر من منطقه، تمام كده. في مناطق مخصصه في الدلتا. المشروع اللي هو شغال دلوقتي مزروع قمح، تمام كده. الرئيس كان بيقترح، بيقول ان احنا ممكن نزرع اشياء تانية بتاخد اقل، يعني اقل نسبه ميه، وفي نفس الوقت بتكون بتتباع يعني بعمله صعبه، ان احنا نصدر الشيء ده ونستورد بداله قمح، بما ان احنا بنستورد القمح ارخص من الشيء اللي احنا هنصدره ده. هو كان قصده على اشياء معينه بتتزرع تاخد ميه اقل، لان القمح والرز وكده بياخدوا ميه كتير جدا. فحضرتك انت لو انت تسمعي برضو عن نبات الجوجوبا. نبات الجوجوبا ده اللي هو هنصنع منه او هنستخرج منه الهيدروجين الاخضر، اللي هو بديل البترول كوقود نباتي. ده برضو مشروعات معمول. احنا زرعنا الشجرة دي اللي هي معمرة، اللي هي الجوجوبا دي، هي شجرة معمرة من 150 سنة ل 200 سنة. حضرتك ده بيستخدم كوقود بديل للبترول، وقود نباتي بديل للبترول، تمام كده. زارعين منا احنا في اماكن هي قاحله ما فيهاش ميه كتير، ما تصلحش للنبات، زي مثلا زي زراعه القمح، زي زراعه الخضروات. ما تنفعش لان الخضروات والحاجات دي تحتاج كميه ميه كبيره جدا. الرز اكتر محصول بيحتاج للميه. الرز بنملى مثلا لو احنا عندنا فدان رز، بنملى الفدان ده ميه اللي هي بتجري كده في الارض، نملاه وبعد كده نصفي الميه دي، فبيحتاج لكميات ميه كبيره جدا. فالرز المفروض نقلل منه ونزرع محاصيل تانية، وبعدين احنا الرز نستورد الرز. بيتزرع في شرق بورسعيد وفي الاماكن اللي هي التربه بتاعته، يعني هم بيزرعوا البحيره اه. في اماكن بيزرع فيها لا، هو الرز. الدلتا احنا ممنوع عندنا. الدلتا عندنا ممنوع زراعة الرز كدلتا. ليه؟ احنا ارضنا ارض سودة. ففي اشياء يعني احنا بنزرعها ارضنا تنتج فيها انتاج قوي، فمخليين الرز دي في الاراضي الرملية، لان هيمشي معاهم. اما احنا كدلتا، القطن، القمح، الذرة، الخضروات دي بتنتج عندنا كتير جدا. احنا كمان موالح لا،
يعني احنا ما بنزرعش ارضنا موالح، مش ممنوعه من الدوله، بس هي احنا ارضنا الافضل انها تتزرع محاصيل زراعيه زي القمح والذره والقطن والاشياء دي. 50 سنه ل 200 سنه حضرتك ده بيستخدم كوقود بديل للبترول، وقود نباتي بديل للبترول. تمام كده. زارعين منا احنا في اماكن هي قاحله ما فيهاش ميه كتير ما تصلحش للنبات، زي مثلا زي زراعه القمح، زي زراعه الخضروات ما تنفعش، لان الخضروات والحاجات دي تحتاج كميه ميه كبيره جدا. الرز اكتر محصول بيحتاج للميه. الرز بنملى مثلا لو احنا عندنا فدان رز بنملى الفدان ده ميه اللي هي بتجري كده في الارض، نملاه وبعد كده نصفي الميه دي، فبيحتاج لكميات ميه كبيره جدا. فالرز المفروض نقلل منه ونزرع محاصيل تانية وبعدين احنا نستورد الرز الرز. بيتزرع في شرق بورسعيد وفي الاماكن اللي هي التربه بتاعته، يعني هم بيزرعوا البحيره في اماكن بيزرع فيها لا، هو الرز. الدلتا احنا ممنوع عندنا الدلتا عندنا ممنوع زراعة الرز كدلتا. ليه؟ احنا ارضنا ارض سودة، ففي اشياء يعني احنا بنزرعها ارضنا تنتج فيها انتاج قوي، فمخليين الرز دي في الاراضي الرملية لان ايه هيمشي معاهم. اما احنا كدلتا القمح الذره الخضروات دي بتنتج عندنا كتير جدا. احنا كمان موالح لا، يعني احنا ما بنزرعش ارضنا موالح، مش ممنوعه من الدوله، بس هي احنا ارضنا الافضل انها تتزرع محاصيل زراعيه زي القمح والذره والقطن والاشياء دي كده يعني. لكن اللي بيقول لك المشروع بتاع الارض الجديده بتاع الدلتا ده ما انتجش، لا انتاجه ما شاء الله تبارك الله انتاج ضخم جدا. لكن انت هتقولي لي الحاجات دي ما رخصتش ليه؟ انت دلوقتي بتسددي الديون اللي عليكي. هل يمكن ان انا ارخص الاشياء وما اعرفش اسدد، ولا اسدد الاول؟ هسدد الاول والمشروعات ايوه بقت عندك موجوده في الدوله. تمام. ولسه كمان انت طيب بتطوري، انت المشروعات عندك ده كمان لسه 1.5 مليون فدان لسه بيستصلحوا برضو، محتاجين برضو مصاريف. غير كده. بيبقى عامل تمام. يعني بيدور الدنيا شويه عشان يكمل بقيه مصاريف ال 2.5 مليون. ما انا هقول لحضرتك يا باشمهندسه، هو الرئيس لما فكر في استصلاح الاراضي ما قالش ان انا هستصلح اراضي وبس، لا هو عمل نهر صناعي مشقوق متعالج طبعا بمياه الصرف الصحي متعالجه ثلاثيا، في محطات تحليه مياه تكون من البحر، وفي دلوقتي حاليا هو عامل مشروعات بتخدم استصلاح الاراضي اللي هي مشروعات الاسمده الازوتيه اللي موجوده في مطروح وموجوده في العين السخنه، وفي فائض وهيتصدر كمان. يعني الرئيس بيعمل مشروعات كمان تخدم المشروعات بتاع استصلاح الأراضي، يعني بيعمل مشروعات متكاملة بتخدم بعضها. فإن اللي يقول لك النهارده فنكوش قولي له روح على أرض الواقع شوف هي أنتجت ولا لأ، فهم كدابين. وأنا عايزة أقول لك إن في أول سنة وتاني سنة لما بتيجي تزرعي لما بتيجي حضرتك تزرعي أراضي صحراوية جديدة سواء في سينا سواء في أي مكان أيا كان، أرض الأول مرة بتزرع ما بتجيبش محصول إلا بعد سنة أو 2 أو 3 بتبدأ تتظبط. كل ما الأرض فاتت في الزراعة أكتر وأكتر بتكون أكتر في الإنتاج، بتديكي إنتاج أكبر وبتكون صالحة لأي نبات بعد كده يتزرع فيها. تمام كده. المشروع ده اتكلف حوالي 35 مليار جنيه. معمول هو عبارة عن مواسير كده اللي هي بتاع الري الحديث ده اللي هو بالتنقيط عشان نوفر المية بتاعتنا. بالتنقيط يا أستاذة. تمام. فالمشروع ما شاء الله ناجح، والمشروعات اللي عاملها فخامة الرئيس كلها مشروعات قومية بتصب في صالح المواطن العادي، المواطن البسيط، والناس اللي شغالة فيها كلهم مصريين 1,000,000%.
شوفي يا فهو فتح بصي يا للناس استاذه، يعني فينا باب كلام رزق جميل، كتير. حضرتك كلامك بجد جميل جدا، بيفهم برضو كلام توعيه. اتكلمت عن المشروع ده كتير، بس طبعا ما كانش عندي المعلومات الكافيه اللي عند حضرتك. بصراحه يعني بجد شكرا ليكي والمعلومات الجميله ديت. ولازم نفهم الناس الله ان يبارك المشاريع فيك دي يا رب. مشاريع قوميه هتفيد البلد السنين اللي جايه كلها. ان شاء الله هيبقى ان عندنا شاء الله، ما انا اكتفاء بقول ذاتي لحضرتك من زرعنا الناس احنا. لو طبعا انت بعد كام سنة هيبقى عندك اكتفاء ذاتي، ولو